اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دوره فلاتر. كنا المره اللي فاتت خلاص انتهينا من عمل init لي هايف. النهارده بقى المفروض هنبتدي ونستخدمها بالفعل ككود يعني. فطبعا دلوقتي تعالى بقى نبتدي ونشوف التطبيق بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. انا طبعا في البدايه خالص عايز ابتدي وانفذ جزئيه ان انا اضيف نوت للداتابيس بتاعتي، فالجزئيه اللي هبتدي بيها الاول في المكان ده. تمام، فتعالى كده نروح عليه. احنا طبعا المفروض ان احنا موجود في النوتس فيو تقريبا، اهي النودز فيو، وده الاد نود بوتtom شيت. فالمفروض ان انا هروح عليه كده وابتدي هنا بقى هندل الجزئيه دي. فطبعا في البدايه خالص انا محتاج انشئ الفورم اللي هتعامل معاه مع الداتا اللي جايه لي. تمام، دي اللي انا محتاج اعمله دلوقتي. فطبعا في البدايه خالص تعالى نعمل الكلام ده، يعني تعالى بقى نبتدي نستقبل البيانات، ناخد الانبوت من اليوزر ونفاليديت الداتا، وبعد كده ابتدي افكر هنفذ اللوجيك ازاي. خلي بالك ان انت لازم تبقى ماشي بشكل منظم شويه، يعني ما تدخلش المواضيع في بعضيها. انت دلوقتي مش هتبتدي تروح تخزن البيانات في هايف على طول، لا، في كام ستيب قبليها. ايه الستيب اللي قبليها؟ رقم واحد، انا محتاج احط الفورم بتاعي، بعد كده افاليديت الانبوت اللي داخل لي، بعد ما فاليديت الانبوت اللي داخل لي ابتدي واخزنه في الداتابيز بتاعتي. لكن لغايه لما اوصل للنقطه دي فانا مفكرش خالص في الداتابيز. فعشان كده تعالى ننشئ الفورم بقى بتاعنا دلوقتي. خلي بالك من النقطه اللي انا بحب اعملها على طول، ان انا لو عندي مثلا ده الفورم بتاعي، يعني ده الفورم بتاعي، بحب اطلعه بره كده واسميه مثلا extract widget add node form، بحيث الموضوع يبقى واضح. يعني انا عارف ان ده الايه، الفورم بتاعي اللي مسؤول عن ان انا اخزن فيه البيانات، او اقصد اخد الانبوت فيه. بيبقى الموضوع واضح ان هو منفصل كده لوحده، خصوصا ان انا هخليه stateful widget دلوقتي. وتعالى كده نخلي دي const بقى، بما ان انا فصلتها، ونشيل الكونست اللي هنا، واروح اخلي دي stateful widget. هقول لك ليه نخليها stateful widget. وتعالى هنا نحطها جوه فورم. انا بنشئ الفورم بتاعي يعني، ادي الفورم. فخلي بالك الفورم بياخد شويه حاجات، منها مثلا final global key هيشتغل على الفورم state، احنا عارفين الكلام ده طبعا. وعندنا هنا global key برضو. وبس كده الموضوع انتهى على كده. بس هو هنا بيعترض، طبعا ما سميتش انا الاوبجكت اساسا، هسميه فورم كي. تمام قوي كده، ماشي. هدي الفورم الكي بتاعه، وبعد كده ما تنساش ان انت تنشئ اوتو فاليديت مود اوبجكت. دي مهمه، خلي بالك، اوتو فاليديت، وهنسميه اوتو فاليديت، وهخليه في البدايه خالص disabled، يعني لسه مش هيشتغل دلوقتي. طبعا انت عارف ان ده بنستخدموه عشان اظهر له ايرور في حاله ان هو دخل انبوت غلط في عمليه الفاليديشن، سواء كان ما دخلش حاجه او دخل حاجه انا مش عايزها. مثلا لو بتستقبل ايميل فانت عايز شكل الايميل يبقى مظبوط، يبقى فيه الاد مثلا جوجل.com، يعني فيه الاد وفيه الدوت، الحاجات دي. تمام، فطبعا هنا هديه الاوتو فاليديت مود. فبالتالي الاوتو فاليديت مود ده انا محتاج اغير قيمته لو حصل مشكله، عشان بالفعل اغير القيمه اللي هنا دي. فطبعا في الحاله دي انا محتاج يكون ايه، يكون stateful. الى جانب نقطه تانية، ان انا دلوقتي هنشئ متغير. يعني انا هقول هنا string وهيبقى nullable طبعا، هسميه title وهيبقى ايه، subtitle برضه. دي الحاجتين اللي انا هستقبلهم، دول الانبوت بتوعي. وخلي بالك بما ان انا خليته مش فاينل، يبقى خلاص ما دام مش فاينل ما ينفعش يتحط جوه stateless widget. الستيتلس widget معناها ان الويدجت دي ما فيهاش متغيرات، هي ما فيهاش متغيرات، يعني ما فيهاش حاجه بتتغير. لا، انت لو هتعملها ريبيلد هتمسحها وتبنيها من الاول، لكن ما عندهاش ستيت تحافظ على قيمه المتغير. لا، هي ما عندهاش الحاجه دي اصلا. مين اللي عنده الحاجه دي؟ الستيت في الويدجت. عشان كده لو هتنشئ متغير مش فاينل، يفضل يكون جوه ستيت في الويدجت. الصح يكون جوه ستيت في الويدجت. انت لو جيت حطيته اصلا جوه ستيتلس ويدجت هيقول لك خلي بالك في مشكله، لازم تشيل الكونس دي. وكمان هيقول لك ان هنا خلي بالك دي المفروض immutable، يعني المفروض ما تتغيرش وانت حاطط لي فيها متغير اصلا. فخلي بالك دي نقطه يعني انا حابب اكلمك عنها دلوقتي. يمكن في البدايه خالص ما كلمتكش عنها لانها مش مهمه بالنسبه لك، لكن خلاص انت بقالك فتره بنيت اكتر من تطبيق، المفروض النقط دي تبتدي وتستوعبها. تمام، فيبقى يفضل اي متغير عندي لازم يبقى في ستيت في الويدجت. طب مش عايز احطه جوه ستيت في الويدجت، نفترض انا مش عايز استخدم ستيت في الويدجت، يبقى المتغير ده هيعيش في مكان تاني. انت ممكن تخلي المتغير ده يعيش جوه البلوك بتاعك وتخزن فيه البيانات من هنا عادي جدا، ممكن نعمل كده. فبالتالي ممكن تخليه يعيش في مكان تاني، لكن ما تحطوش جوه ستيتلس ويدجت، خليك ماشي صح. فاقول هنا string title subtitle، بس كده ماشي. دلوقتي حلو، خلصنا النقطه دي. تعالى بقى نبتدي ونستقبل البيانات. عندي هنا الكاستم تكست فيلد في الاون سيفد بتاعته، لا مش موجوده، فتعالى كده ناخدها اون سيفد. هو تقريبا مستخدمينها بس انا مش شايف.
لا مش مستخدمينها، ده مش تكست فورم فيلد اصلا. فتعالى نخليه تكست فورم فيلد. ماشي، ونخليها اون سيفد كده، وهقول اون سيفد هنا. وتعالى ننشئ المتغير ده. وخلي بالك لو انت بتتلخبط في كتابة الحاجات اللي هنا دي، فممكن تاخد دي كده كوبي وتحطها هنا، لان انا بلاقي في رسائل كتيره جدا بتجيلي بتقول لي انا هنا في ايرور معايا وكاتبها غلط، فاقعد اشرح له كتير قوي. انت ممكن تاخدها كوبي وخلاص الموضوع خلص على كده. تمام، هنسميها اون سيف برضه. بص اهو الموضوع خلص في ثانيه. فسهل على نفسك الامور، ما تصعبهاش يعني، دايما في حلول لاي حاجه. وبعد كده هستقبلها في التكست فيلد بتاعي. وخلي بالك مش هتبقى ريكوايرد، لان هي اساسا ممكن تبقى نالبل، فبالتالي مش ضروري انها تكون ريكوايرد. وطبعا حاجه تانية تحط الفاليديتور بتاعك. طبعا لو انت هتشتغل على اكتر من تكست فيلد فيفضل تستقبله، لان ممكن يكون كل فيلد ليه فاليديشن مختلف عن التاني. لكن في حالتنا احنا فاعتقد ان احنا كفايه بس نتاكد ان القيمه موجوده. يعني هقول هنا الفاليو بتاعتي اللي هتجيلي، فانا هنا هتشيك على شويه حاجات. يعني تعالى نتشيك على حاجتين. انا عايز اتشيك ان هو مش بنال وان هو مش امتي، لان ممكن يجي لي سترينج فاضي وممكن يبقى بنال الحاجتين. فاول حاجه اقول فاليو واتاكد ان هي مش بنال اصلا، واقول له اكسس لي ايه، اكسس لي الفاليو واقول له اكسس لي از امتي. تمام، لو هي امتي فعلا فاقول له رجع لي ريتيرن مثلا field is required. موضوع بسيط جدا. بس خلي بالك هنا في نقطه، انا مش عايز علامه التعجب، لا انا عايز علامه الاستفهام. ليه بقى؟ لان علامه التعجب هنا انا بقول له خلي بالك انا متاكد ان هو مش بنال، مع ان انا مش متاكد ان هو مش بنال. انا بقول لك انا عايز اتشيك عليه اصلا لو هو امتي او بنال، فما ينفعش احط هنا علامه تعجب. علامه تعجب انا بقول له هو اكيد مش بنال. تمام، لكن انا عايز اتشيك على كده فما ينفعش احطها. فيعني حاول تفكر قبل ما تكتب كود. فهنا انا حاطط علامه الاستفهام كده، انا بقول له لو مش بنال شوفها لي هي امتي ولا لا. طب نفترض كانت بنال، مش هي اكسس از امتي، فبالتالي لازم اقول له في الحاله دي لو كانت بقى القيمه دي بنال حط لي هنا ايه، حط لي هنا ترو. بس كده الموضوع خلص على كده. طب ايه الفكره في الترو اللي انا حطيتها دي؟ ما انا بقول له لو كانت القيمه دي بنال فخلاص يبقى ترو، يبقى هي خلاص هو الموضوع كله ترو. مش محتاج ان انا هنا اتشيك بقى واقول له لو الفاليو كانت ايكوال نال. ما انا مش محتاج اعمل الكلام ده، ما انا عندي علامتين التعجب دي، ده نال تشيك اوبريتور فلاتر مقدمه لي على الجاهز، بيشوف القيمه اللي قبليه بنال ولا لا. لو بنال خد اللي بعديه على طول، بس خد ترو ان هو بنال بالفعل، فخلاص في الحاله دي هيرجع لك فيلد از ريكوايرد. فهمت انت الموضوع؟ طبعا هو هنا معترض عشان ممكن مفيش ريتيرن تاني، فانت ممكن تعمل else وترجع ريتيرن نال، دي معناها ان مفيش اي مشكله خلاص، عشان تريح دماغك من الورنينج اللي هو حاطه ده. ماشي، فزي ما انت شايف كده الموضوع ده انتهى في عمليه الفاليديشن هنا، وبنستقبل اون سيفد. فممكن هنا نقول له انا عايز الاون سيفد بتاعتي. طبعا هيجي لي هنا فاليو، وهستقبل الفاليو جوه ايه، جوه التايتل. يعني هنا المفروض هستقبل الفاليو بتاعتي. طبعا هو معترض بقى عشان خلاص لازم اشيل الكونست دي واديها لكل ويدجت على حده، عشان دي خلاص مش هينفع تبقى كونست. نفس الكلام هطبقه فين؟ هطبقه في السب تايتل. فتعالى نعمل الكلام ده هنا برضو. هقول هنا سب تايتل بقى مش تايتل، لازم تركز في النقطه دي. وخلي بالك غلطه لاحظتها، يعني في اشخاص بيبعتوا لي الموضوع ده، بلاقي ان هو عامل فاليو كده بتساوي سب تايتل مثلا. فطبعا دي يعني ازمه فظيعه، انت كده طبعا بتخزن قيمه السب تايتل في الفاليو، والسب تايتل ما فيهاش حاجه اصلا، فبالتالي السب تايتل هتفضل بالنل، فهتلاقي دايما عندك مشكله. هو طبعا لو مش عامل فاليديشن اصلا زي الفورم اللي احنا عاملينه، فبالتالي هيستخدم في العمليات اللي هو بيعملها قيمه بنل، فهيرمي له اكسبشن ويقول له نل ومش عارف ايه وليله، وهو هيدوخ طبعا. فركز في النقطه دي، يعني انا قلت انبه عليها لاني لقيتها كتير جدا، مع ان المفروض تبقى واضحه ان السب تايتل بحط فيه القيمه اللي جايه له، عمليه انيشاليز. تمام، بس كده. تعالى نحط هنا بس الكونست كده، وبعد كده عندنا في السايز بوكس برضو كونست. البوتن طبعا مش هحط فيه لان كده كده هستخدم الاون تاب بتاعته او الاون بريزد ايا تكن كانت ايه. طبعا انا مش حاطط فيها حاجه اساسا. تعالى كده نروح، هستخدم هنا مع الكونتينر جستر ديتكتور، ممكن اعدلها قدام، بس تعالى كده نحطها دلوقتي جستر ديتكتور، وبعد كده نبقى نتكلم عنها في فيديو لوحده يعني. وتعالى هنا نقول طبعا، تعالى هنا نحط الاون تاب. اصلا المشكله ان انا بسرح ساعات وانا بكتب كود وبكلمك. تمام، نفس الكلام، سهل على نفسك الموضوع، خدها كوبي. بس الموضوع خلص على كده. طبعا مع ان دي بسيطه يعني، بس انا بتكلم لان ساعات انتوا بتتلخبطوا فيها. فاقول هنا فاينل كده واون تاب، وبعد كده استقبلها جوه ايه، جوه الكاستم بوتن.
واجي هنا اقول له في الاون تاب بقى كل اللي انا محتاج اعمله دلوقتي ان انا اعمل فاليديشن بس مش اكتر. انا عايز قبل ما ابتدي واكتب الكود بتاعي اللي هو اللوجيك افاليديت الانبوت. دي نقطه مهمه، اقسم الموضوع بشكل سليم. هقول اف هات لي بقى الفورم كي، شوف لي الكرنت ستيت بتاعته واعمل لي فاليديت ليه. وهنا لازم اقول له ان اكيد مش بنال، ما ينفعش علامه تعجب، ما ينفعش اصلا علامه تعجب لان انا متاكد انها مش بنال. تمام. وبعد كده بعد ما يفاليديت هقول له من خلال الفورم كي بقى هات لي الكرنت ستيت تاني وسيف بقى البيانات دي. حلو قوي. طبعا نفس الكلام لازم علامه تعجب لان انا متاكد انها مش بنال. لكن فلنفترض كانت في بيانات بنال بالفعل، ففي الحاله دي بقى هخلي الاوتو فاليديت مود هيساوي اوتو فاليديت مود، والفاليو بتاعته تبقى اولويز دايما. يعني خلاص خليك شغال بقى دايما يقعد يفاليديت للداتا وهو بيكتب، فبالتالي تدي كده حاجه لذيذه جدا لليوزر كده يحس ان انت تعبت في الموضوع مع ان هو لاين واحد اللي انت كاتبه خلاص. بس تعالى كده بقى نجرب، تعالى نعمل اد كده. مفيش اي حاجه حصلت خالص مع ان احنا المفروض كاتبين كود، يعني المفروض على الاقل اي حاجه تحصل. فتعالى كده نران. لا هو ما عملش ران اصلا، يعني تعالى كده ما عملش ران اصلا. فتعالى كده نرفرش الكود بتاعنا من الاول خالص. ماشي زي ما انت شايف انا عملت ريفريش للكود علشان ايه؟ عشان يشتغل بشكل سليم. تعالى بقى نجرب بقى دلوقتي. اد كده زي ما انت شايف اشتغلوا زي الفل. فيلد از ريكوايرد، فيلد از ريكوايرد، كل حاجه سليمه. تعالى كده نجرب نكتب اي حاجه. المفروض ان انا بمجرد ما اكتب بص كل حاجه بتتصلح. موضوع لذيذ جدا طبعا. انا بحب الموضوع ده. يعني انا كنت الاول قبل ما ابتدي وابني تطبيقات موبايل كنت حاسس ان النقط دي من اصعب الحاجات اللي ممكن اقابلها، ان هو واليوزر بيكتب بقى ديتكت الانبوت والكلام ده. طلع الموضوع لاين واحد وخلصت. جميله جدا فلاتر. فماشي خلاص كده خلصنا الجزئيه دي، اتاكدنا ان احنا بناخد البيانات بشكل سليم ومعانا البيانات بالفعل متخزنه هنا. فخلاص كده اقدر ابتدي وانفذ الكود بتاعي. ما تخليش خطوه تسبق الثانيه، عشان بشوف اسئله كتيره جدا بسبب ان انتوا بتسبقوا النقط. تمام، قسم النقط صح. ماشي تعالى بقى نعمل كومنت للتشينجز دي. هقول هنا مثلا ايه take input تمام and validate data. بس كده تمام، ده الكومنت بتاعي. ممكن نعمل له كومنت كده ونعمل بوش للتشينجز وكده زي الفل. زي ما انت شايف احنا كده ماشيين باسلوب لذيذ جدا. يعني احنا مقسمين الكود صح، بنمشي باسلوب صح، كل جزئيه مسؤوله عن حاجه، ماشيين خطواتنا واحده ورا التانيه، فالدنيا واضحه وسليمه. عشان كده ما تكتبش كود على طول، قسم خطواتك هتعمل ايه، تقسمها كده لتاسكات صغيره، فبالتالي الموضوع بالنسبه لك يكون سهل، ما تعكش الدنيا. انا حابب في التطبيق ده تستوعب النقط دي عشان تبقى كده خلصت الكورس بقى، انت فاهم كل حاجه حرفيا، تقدر تطلع بقى يعني خلاص انت كده راجل تقدر تشتغل على طول. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكونوا استفدت من الفيديو واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله، ومع السلامه.